يا مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ قلت بما اني فاضيه هعمل معاكم الروتين الليلي، وكمان اديكم رايي في المنتجات اللي انا بجربها يعني الفتره الاخيره، وكمان هسيب لكم اسك عشان لو حد حابب يسال عن اي حاجه بما اني فاضيه. تمام كده، شلت الفلتر. من الحاجات الجديده اللي انا بجربها الغسول ده من فلوريش. اول مره اجرب حاجه يعني من الشركه دي، بس مبدئيا يعني لما جربته في البداية كنت خايفة منه عشان فيه مقشرات، وانا في الشتاء بشرتي حساسة ومش بتستحمل اي غسول فيه تقشير. هو فيه 2.5% لاكتيك اسيد ساليسيليك اسيد، بس برضو فيه كاموميل وبنسينول وجليسرين، فيعني برضو فيه حاجات كده بترطب. بصوا مبدئيا عجبني، بيدي نعومة، والفوم نفسه بتحس انه مش عارفة كأنه بيدي كده ترطيب ولطيف على البشرة. فيعني مبدئيا حبيته فعلا، بس طبعا هكمل واقول لكم رأيي النهائي فيه. هستخدم سيرم فيتامين سي من بايونكس، لطيف على فكرة على البشرة حتى لو استخدمتوه مرتين في اليوم. هو مش بيعمل تحسس، وبحس انه بيدي نضارة حلوة. مش اقوى حاجة في التفتيح، بس لو استخدمتوه مرتين في اليوم هيساعد معاكم في التفتيح. هستخدم اول حاجة كريم العين ده من بايونكس. عايزة اقولكم الكريم ده بجد عجبني جدا، فكرة بيرطب حلو وخفيف على المنطقة. كريم العين بنحطه على عظمة الخد هنا، والباقي او الكمية البسيطة منه بنطلع بيها تدريجيا على فوق، لانك لو حطيتي فوق كتير هتصحي تاني يوم الصبح عينك دي بجد مورمة وممكن يعملك تحسس، فخلوا بالكم من النقطة دي. بيرطب على فكرة حلو قوي رغم ان قوامه خفيف على فكرة، والمنطقة بتمتصه وخلاص بيختفي. انا مش بحب كريمات العين اللي بتفضل ملزقة او عاملة لون ابيض. هستخدم مرطب اتراكتا، ده بقى صديقي الصدوق في الجو اللي احنا فيه. اقوى مرطب انا جربته، ترطيبه حلو، امتصاصه حلو، احساسه على البشرة بيعالج فعلا حاجز البشرة. واخر حاجة هستخدمها هو الزيت ده من شركة نوت بوتانيكالز، تحفة خطير في الترطيب. انا لما اشتريته ما كنتش مقتنعة اصلا بالزيوت، كنت حاسة انه هيطلع زيتي وتقيل وما استحملهوش، واحس انه بيفضل كده على سطح البشرة. بيمتص حلو، بيرطب فعلا، بيعالج فعلا جفاف القشور. على فكرة انا اوقات بستخدمه كمان على المنطقة دي، لان الفترة الاخيرة لما استخدمت حاجات فيها ريتينول كانت دايما عندي المنطقة اللي تحت عيني جافة قوي، فده جاب معايا نتيجة في الترطيب يعني من الاخر. شايفين بيمتص حلو ازاي؟